يشهد مركز حراسة مرمى المنتخب الجزائري حالة من الترقب والتوتر مع اقتراب كأس العالم 2026 بعد سلسلة تغييرات منذ وصول المدرب فلاديمير بيتكوفيتش نتيجة عدم الرضا عن الخيارات المتاحة سابقا. ورغم أن لوكا زيدان نجل الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان أصبح الحارس الأساسي منذ انضمامه في أكتوبر الماضي وشارك في كأس إفريقيا، إلا أن مركزه لم يعد مضمونا بعد. ويعمل الاتحاد الجزائري لكرة القدم مع الجهاز الفني بحسب موقع لا غازيت دي فينيك المهتم بأخبار الكرة الجزائرية على إنهاء فترة الغموض في هذا المركز وبناء مشروع مستقبلي قوي لحراسة المرمى. القائمة الموسعة للتحضيرات القادمة تتضمن 3 حراس شباب بارزين: ميلفين ماستيل صاحب 25 عاما يلعب بانتظام مع استاد نيون السويسري، معار من لوزان سبورت، وعبد الله العيداني 22 سنة انضم حديثا إلى مودينا الإيطالي بحثا عن دقائق لعب أكبر، وكيليان بالعزوق 19 عاما يواصل تطوير مستواه مع فريق الرديف لنادرين الفرنسي ويعتبر من أبرز المواهب الواعدة. ويبرز عامل مشترك بين هؤلاء الحراس الثلاثة، وهو طولهم وبنيتهم الجسدية الكبيرة تتراوح بين 1.90 إلى 1.98 ما يعكس رغبة الجهاز الفني في الاعتماد على حضور بدني قوي داخل منطقة الجزاء. معسكر مارس المقبل قد يكون محطة حاسمة في صراع حراسة المرمى، إذ أن الأداء المميز لأي من هؤلاء الحراس قد يعيد ترتيب أولويات الجهاز الفني ويضع لوكا زيدان أمام تحد حقيقي للحفاظ على مكانه، وربما يحدد من سيرافق المنتخب إلى مونديال أمريكا الصيف المقبل.